السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. عاملين النهارده مرجان. مرجان يعني جمبري الغلابة زي ما بيقولوا. المرجان ده ما بياكلش ما بيتغذاش غير على الجمبري، وحلو قوي. ده كيلو، جايبه الكيلو ب60 جنيه، وكنت جايباه كمان متنضف، يعني خليت الراجل كمان نضفهولي كيلو بالظبط والله. طعمه انت بتاكلي جمبري، انت ما بتاكليش سمك، انت بجد بتاكلي جمبري من جوه كده. اللحم بتاعه احمر، جميل. جربوه بجد، اللي ما كلهوش يعني يجربه، واللي طبعا كله اكيد هو عارف انا بقول ايه وواثق في اللي انا بقوله بصراحه. وبعدين السمك ده كان يعني من اكله امي المفضله، المرجان بالذات. الف رحمه ونور عليه يا رب، ارحم اموات المسلمين اجمعين يا رب، ربنا يرحم اموات المسلمين اجمعين. معايا توم، معايا فلفل اخضر، ومعايا ليمون، معايا فلفل اسود مش بحط منه كتير، يا دوبك بحط منه نطره كده بالمعلقه، وكزبره وكمون ده اساسي. وبمسك بقى كل الحاجات دي بحطها في قلب الهون وبتضربيها. الموضوع بصي يعني كلها حاجات بسيطه، توم وفلفل وحبه فلفل اسود، حبه معلقه كمون، مش حبه كمون، معلقه كمون، ومعلقه كزبره. طبعا بتظبطي الملح، يعني بعد ما تحطي الملح حسيتي اني محتاج ملح كده، التظبيط دي ترجع ليكي انتي. حلو الكلام. هنا كنت دقيته خلاص، وبعصر بقى الليمون، لان لو كنا عصرنا الليمون قبل ما ندوق كنا هندهول الدنيا طبعا ومش هتعرفي تدوقي. الليمون بيتحط في الاخر. هنا بصي بوريكي السمكيه من جوه عامله ازاي، كل ما امسكها تقع مني. بس بجد بجد طعمه حلو قوي، طعمه وريحته وشكله وحاجة كده. جربيها بجد، هو ب60 جنيه، أنا كنت جايباه ب60 جنيه. وكان في أصغر منه، كان الولية قالت لي ب50، بس بصراحة أنا جبت الكبير، لأني عقبال ما هيتنضف ويتقلي وبتاع هينشف مني في الزيت، ومش مش تعرفي تاكلي منه. بس هو كده، ده الوهم حلو، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، هو ده اللي كان موجود بصراحه في السوق برضو. هنا كنت تبلته خلاص يعني ظبطت كله، قلت له اركن بقى انت كده على جنب، تحطيه في التلاجة، تحطيه جنبك عقبال ما تعملي شويه الرز. يعني حسب ما انت هتبتدي ان انت تشتغلي فيه وتقلي فيه على طول. هنا كنت دخلته التلاجة عقبال ما ايه، اخلص اللي ورايا ونعمل شويه الرز. عملت الرز ده معاكم كتير قوي، بس قلت عشان في طبعا ناس متابعيني جديد، فانا حابه اوريكم ان انا بعمله ازاي. ده حبهان بحطه في خله، علشان خاطر ما يجيش في بق حد وهو بياكل الرز وتحصل ازمه وتحصل خناقه زي ما بتحصل معايا كده مع جوزي. الخلاصه يعني بحط ورق لورا، وبحط حبهان، وبحط كمون، وبحط ملح، بس مش بحط حاجه تاني. عايزه الرز بتاعك يبقى اغمق من، عايزاه زي غامق يعني بني، طبعا بتحرقي البصل، بتحرقيها يعني، مش بتحرقيها قوي يعني، بس بتغمق عن كده. عايزه الرز فاتح، بتنزلي قبل ما البصله ايه تاخد لون كده وتحمر. عايزه الرز وسط زي ما انا ما هعمله كده، هو يا دوبك كده كنت انا كده هرمي الرز. لو عايزاه غامق زي المطاعم بتغمقي البصلايه، وبحط الكمون على البصله، وبظبط حاجتي كلها في قلب البصله، والملح وكل حاجه. طبعا لو احتجتي ملح في الاخر بتحطي ملح، تفضلي تقلبي فيه كده لغايه اما يفلفل معاكي ويبقى حلو، وبتزودي شويه الميه فوق الرز كده بعقله صباع. حلو الكلام. خلصنا من الرز. يعني انا كنت عاملاه قبل كده، لو بتكلم بسرعه او اي حاجه، انت ممكن ترجعي للفيديوهات التانية هتلاقي رز السمك ده ومعمول بكذا طريقه، يعني ساعات بدخله فلفل الوان، وساعات بدخله طماطم يعني بكذا طريقه، بس الطريقه دي حلوه قوي. هنا طبعا بجيب دقيق، وببتدي ان انا ارمض السمك بتاعي دقيق بس. وما تقلقيش، السمكه هتطلع معاكي ناشفه وحلوه، مش هتبقى طريه يعني وكده، بس اهم حاجه يكون الزيت بتاعك سخن. في ناس بتحط معلقه نشا في الدقيق، يقول لك عشان خاطر السمك بتاعي بيبقى طري معايا، بس بجد بجد انت كل ما الزيت يبقى سخن معاكي قوي، مش هتنشف معاكي، مش هيبقى طري معاكي، هيبقى ناشف معاكي جدا. وبعد كده في نص السوا ابقي وطي النار شويه، عشان برضو كل حاجه تاخد سواها وكل حاجه تبقى مظبوطه، ما تبقاش الحاجه ناشفه من بره ومش لطيفه من جوه، ما استوتش بتاع. فانت حاولي تظبطي النار. يعني انا اول ما حطيته كان زيت سخن، وبعد كده ابتديت ان انا اهدي النار. ما تقلبيش غير لما احس ان قرمش معايا كده، يعني ما تجيش جنبه، لان الحاجات دي برضو بتتهري مني بسرعه، يعني تتهري كل ما هتقلبي فيها وكده. هنا كان خلص وطلع معايا، وكان طعمه قمر، كان طعمه رهيب بجد يا جدعان. كان طعمه حلو قوي. الرز بتاعي كان خلص. هنا طبعا يعني ايه بقى، انت حابه كل طبق رز يبقى حوالين السمك بتاعه كده بحبه السلطه، يعني التزيين ده بيرجع ليكي. وعلى فكره انت كل ما بتزيني الاكل لاولادنا بجد بجد بيفرحوا وبياكلوا. فانت دي ادلولي طبعا عرفاني، بس لازم تحط ايديها كده. ما تنسوش اللايك والشير. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. شكرا.